فقط ضع معجون الأسنان في كوكاكولا وسوف تشكرني. إنه أمر لا يصدق، هذا مدهش حقا. هنا أضع بعض معجون الأسنان في 200 مللتر من كوكاكولا. سأغلقه وأجعله يندمج جيدا. انتبه جيدا بعد تحريكها قليلا. نسكبها في الوعاء. الآن سنضيف منظف بجوز الهند. يمكنك أيضا أن تستعمل أي منظف لديك في المنزل. نضيف 3 ملاعق كبيرة. سنضع أيضا صودا الخبز هنا. نضيف فقط ملعقة من صودا الخبز. نضيف كاسا من الماء العادي في درجة حرارة الغرفة. الآن سنخلط الكل جيدا. حسنا يا أصدقاء، الخليط الآن جاهز. انظر الآن ماذا نفعل. سنقوم بسكب الخليط في بخاخ. هذا سيساعدنا على استعمال الخليط بسهولة. والآن نغلق البخاخ وسيكون جاهزا بالفعل. وهنا يا رفاق انتهينا من عمل هذا الخليط المدهش. هذا المنتج يمكنه تلميع جميع قطع الألمنيوم في منزلك، ولكن بشكل أساسي في المقالي. لذا انظر، على سبيل المثال لدي هذا الوعاء الخافت جدا. كنت على وشك رميه للخارج، لأنه عندما تصل إلى هدى الحد الكثير من الناس يرمون الوعاء للخارج، لكن ليس عليك القيام بذلك. نقوم برشه على المقلاة وأفركها قليلا. انظر إلى هدى، انظر كم هو رائع. هدى الخليط جيد جدا، لأنه أعطى المقلاة لمعانا رائعا. أصبحت جميلة جدا. يمكنك أيضا استخدامه على عيون الفرن لأزالة السواد وإعادتها كأنها جديدة. هنا أيضا نفس العملية. خذ الخليط الخاص بك، وضع بالبخاخ وأفركه بظهر الأسفنجة. من الصعب تنظيفها بسهولة، لكن بهذا الخليط المدهش أصبح سهل جدا. كوكاكولا ومعجون الأسنان والمكونات الأخرى، ويتحول جميع الألمنيوم لامع. فضل ممن نشتريه جديد، سيتم تركه ينشف. سيعتقد الجميع أنها جديدة، لذا اصنعه في المنزل. أنا متأكد أنك ستحب النتيجة حقا.